لو زي حالاتي كده وما لحقتيش ان انتي تتبلي فراخ او تتبلي حاجات وتحطيها في الفريزر، تعالي بقى اما نعمل شويه حاجات كده تساعدنا في رمضان. لو انتي حابه ان انتي بقى تعملي بقى مقبلات جنب الاكل او تتبيلات بقى للفراخ او لاي نوع من انواع الاكل او اللحوم او اي حاجه انتي حباها، تعالي مع بعض النهارده نعمل حاجه كده تحفه، وهتكون معاكي في الثلاجه منجزه جدا وهتعيش معاكي كتير وصلاحيتها هتقعد معاكي كتير، وهتقدري تستخدميها في كذا حاجه. زي ما انتم شايفين كده انا جبت فلفل احمر ومعاه شطه وحطيت عليهم شويه ملح بس، ما حطيتش حاجه اكتر من كده، وضربتهم في الكبه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. وهبدا ان انا احتفظ بيهم في البطرمان بتاعي وما بحطش عليهم الا الملح، عشان وقت ما اكون عايزه استخدمهم بحط البهارات اللي انا حباها، لان اللي بحس ان لما بحط بهارات كتير في الحاجات اللي بسيبها لفتره الطعم بتاعها ما بيكونش افضل حاجه. بس حطينا الملح بس وخلاص كده. اول وصفه جاهزه معانا. يلا بقى الوصفه التانيه دي كانت برضو نفس النظام، احنا جبنا فلفل اخضر وحطيت عليه فلفل احمر وهي نفس الفكره، حطيت برضو ملح وهرسته في الكبه وطلع معايا بالشكل ده وحفظته في البطرمان بتاعي. وكده بقى معايا تاني حاجه، بقى معانا اول حاجه دبس الفلفل الاحمر ومعانا دبس الفلفل الاخضر، فلفل اخضر عادي ومعاه شطه تمام زي الفلفل الاحمر ومعاه برضو شطه. زي فين بقى، عايزه اوريكم بس شكله كده، شكل الفلفل عامل ايه ولونه عامل ازاي. ده فلفل احمر على شطه، بحتفظ بيه كده في التلاجة عندي لو احتجت ان انا اتبل اي حاجه، بتنجان، اكل، لحوم، فراخ، اي حاجه باخد منه وبحطه على طول على الوصفه بتاعتي. هنا بقى هنعمل دبس الفلفل المشوي، وعايزه اقول لكم ان الدبس الفلفل المشوي ده اوعي تستغني عنه في يوم من الايام في بيتك. بصي جميل جدا. وهنا ده كده الفلفل، وبعد ما تشويته كده في الاير فراير ممكن كمان نحط طماطمايه تشوي معاهم، بجد بتدي طعم حلو. بس انا في الوصفه دي نسيت ان انا احط طماطم، وهبدا ان انا طبعا اقطع الفلفل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واحط طبعا كل المكونات اللي انا شويتها، وهحط عليهم حوالي معلقتين 3 من الزيت ومعلقتين 3 من الخل، وهحط عليهم كمان عصرة ليمونة أو ليمون اللي هو الجاهز ده، المتاح عندك حطيه. وابدا ان انا اضربه في الكبه. انا مش عايزه قوامه يكون خشن، انا عايزه القوام بتاعه يكون كريمي، عشان لما اجي احط مثلا على اي نوع من انواع السلطات، مثلا سلطه زبادي، سلطه طحينه، سلطه بابا غنوج، او مثلا احطه على اي نوع من انواع التتبيلات يكون كريمي كده ويمسك في التتبيله، ما يكونش مخرز او يكون خشن. مثلا لو انا حابه ان انا احطه على جنب الاكل كمان، مثلا كده جنب فراخ مشويه، جنب اي نوع من انواع الاكل كده، حاطينه كده هو لوحده كده في الطبق مع الاكل هيبقى طعمه حلو جدا. فلازم يكون القوام بتاعه كريمي عشان نعرف ندمجه في اي حاجه احنا محتاجينها فيما بعد. هنا بعد ما وصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، بدات ان انا انكهه بالملح، ومش هحط اكتر من الملح زي ما قلت لكم، عشان اقدر ان انا اوظفه زي ما انا عايزه في اي نوع من انواع التتبيلات براحتي، من غير ما اكون خايفه ان انا حاطه نوع بهار معين او حاجه. هو الملح بس والخل والزيت والليمون، وكده خلاص التتبيله الدبس الفلفل المشوي جاهز معايا، او معجون الفلفل المشوي. عايز اقول لكم ان هو خطير وطعمه خطير جدا جدا جدا، ولو استخدمتوه في اي نوع من انواع التتبيلات هيبقى تحفه. هنا عملنا نفس الفكره في الفلفل المشوي، بس زودت الطماطم، زودت طماطم مشويه بس كده. هنحط برضو زيت وخل وليمون وملح، برضو نفس الفكرة هي بس بدل الفلفل الأحمر حطينا فلفل أخضر مشوي مع فلفل حراق برضو أخضر، وكمان حطينا معاهم طماطميتين وشويناهم برضو في الاير فرايل أو في البوتاجاز أو في فرن البوتاجاز، حسب ما انت حابة انك تعملي. وكمان اللون اللي هو المحروق ده احنا محتاجينه عشان بيدي نكهة حلوة جدا جدا مع لما تيجي تضربي المكونات كلها مع بعض، بيدي نكهه وطعم حلو قوي قوي للدبس الفلافل او معجون الفلفل المشوي والفلفل الاحمر. وبكده خلاص كده الوصفتين جهزوا معانا، وصفه الفلفل الاخضر، وصفه الفلفل الاحمر المشوي. بجد بجد ريحتهم كانت في منتهى الجمال وطعمهم خطير جدا جدا، لازم تجربوهم وتعملوهم. عايزه اقول لكم ان هم هيتوظفوا معاكم في اي حاجه هتحطوها، عايزين تحطوها على اي حاجه هتتحط، وهيبقى طعمها هينقل طعمها لحته تانيه. محتاجه انك تتبلي فرخه بسرعه هتحطي منه، محتاجه انك تتبلي لحمه هتحطي منه، محتاجه ان انت تحطي على سلطات هتحطي منه. وبكده
نكون جهزنا النهارده 4 أنواع من دبس الفلافلة. عملنا دبس الفلفل العادي الأحمر والأخضر، وعملنا دبس الفلفل المشوي الأحمر والأخضر برضه. وعايزة أقول لكم إن هم لو عملتوهم بجد هينقلوا أكلكم في حتة تانية، وهيخلوا طعم الأكل مميز جدًا، جدًا. وكمان أنتم عايزين يعني أنتم تختاروا أنتم عايزينه يبقى spicy أو مش spicy، بتكتروا أو بتقللوا في كمية الشطة اللي بتحطوها مع الفلفل. وبكده يكون الوصفة بتاعتنا جهزت معانا. عايزة أقول لكم شايفين الألوان، شايفين القوام، بس بصوا شوفوا الشكل، الشكل لوحده يفتح النفس. تخيلوا بقى لما تحطوا منه على الأكل، أو تحطوا منه جنب الأكل، أو تحطوا منه على أي سلطات. بصوا هيتحط على أي حاجة مش هيقول لأ، وهينقلها في حتة تانية وهينجزك وهيقعد معاكي في التلاجة كتير جدا جدا، مش هيقولك أي حاجة. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. أتمنى يكون عجبكم، وأتمنى تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، واستنوني في وصفات كتير جدا الفترة الجاية. كانت معاكم منى الشناوي، ودي قناتي. مع السلامة، باي. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم.